مونديال ولما لا يحقق يعني اول مرور من الدور الاول. نذكر مباراة افتتاحية ستكون الاولى امام المنتخب السويدي يوم 15 جوان، المباراة الثانية امام المنتخب الياباني، ثم مباراة ثالثة امام المنتخب الهولندي. المنتخب التونسي رغم الهزيمة امام النمسا عبد الرحمن لانه شوط اول للامانة كان مقبول محترم امام اسماء كبيرة في المنتخب في تلك المباراة. المنتخب المصري سيواجه المنتخب البلجيكي، وغدوة المنتخب البلجيكي يتحول إلى مدينة سياتل. سنة بداية المباراة دوكو للمنتخب البلجيكي بتبع أمامه آدم عروس اللي اليو معناها مع السيتا في المحور يوم الثلاثاء الماضي. من جديد المحاولات من زملاء تيلمانس وتدخل ممتاز، الباراد من عبد المهيب الشامخ للمنتخب الوطني التونسي لياندرو تروسار. تونس لاعب عنده 6 بريمير ليج في المان سيتي. مباشرة الكرة لصالح المنتخب البلجيكي، البداية قوية من تروسار ثم اونانا. بلجيكي يجب الانتباه خاصة على مستوى الأخطاء في محور الدفاع، خاصة سرعة اونانا، واكيد يلعب البريس العالي، الضغط العالي المنتخب البلجيكي. اقحام خليل العياري منذ البدايه. العوده الى كل لاعبي المنتخب التونسي في هذه اللحظات. توصل الكره انطلاقه بلمسه والحكم يقول ضربه مخالفه على مستوى الجهه اليمنى للمنتخب البلجيكي. توما مني يتحصل خليل العياري وحزم المسوري منذ البدايه، وكره مرفوعه من دي بروين يوزع كره لكن التدخل من محور الدفاع الى رميه التماس. حاضر منتصر الطالبي امام المنتخب التونسي وسبق للموشي نتابع كره قبل ذلك على مستوى الجهه اليمين، كره الى ضربه الركنيه. لوكاكو ما سجل كان هدف استثناء مع فريق نابولي على بنك الاحتياط، سبق له تسجيل ضد المنتخب الوطني التونسي في موسكو 2018. براغا العاشوري كوبنهاغ، الكرة طويلة ثم المحاولة من الرقيق والتصويبة فوق المرمى. المحاولة من لاعب ماريبور السلوفيني يلعب في السيتي البلجيكي. من اللاعبين الركائز لعب لوغو 2024. المحاولات ثم كيفين دي بروين، المحاولة لصالح المنتخب البلجيكي، محاولة خطيرة لإحداث الفارق للاعب اللي كانت عنده الصولات والجولات في البريمير ليج. تحكم في الكرة على غرار مباراته امام المنتخب الكرواتي يوم الثلاثاء الماضي. ثم التوزيعه في الدخل من عروس، تبقى الكرة لكاستاني والاشاره من حكم المباراة سيديروبولوس اليوناني. برشا هفوات قريبه من مرمى حارس للمنتخب البلجيكي. اختصاصات كيفين دي بروين، التدخل من حارس المنتخب الوطني التونسي وتوما موني، وضغط متواصل للمنتخب البلجيكي. وتألق من حرس المنتخب شديد على مستوى الطرف الايسر، حذاري على مستوى منطقه الجزاء. الانطلاقه التسديده الاخيره من جيريمي دوكو صوب، لكن دفاع المنتخب التونسي حاضر امام الكره اللي تمشي طويله في مناطق المنتخب البلجيكي. ما خذاهاش بالراس الكره الاخيره. المسوري يضغط المسوري لكن كورتو يبحث على الحلول، ضغط عليها المسوري في مره اولى، ثم الياس السخيري وضربه المخالفه. واضح على التدخل الاخير يستفيد من ضربه المخالفه. خليل العياري كان في حوار مع الكره لتيلمانس لياندرو تروسار، المحاوله من تروسار، السهوله من جانب المنتخب البلجيكي. عمليات ثنائيه ثلاثيه، اول هدف بوزيان ومارك فيلموتس اللاعب التاريخي واللي كان مدرب للمنتخب التونسي. ورمية التماس طويلة داخل منطقة الجزاء، متابعة من عمر الرقيق، صوب كرة باهية. الثاني محاولة للمنتخب التونسي يحاول يلعب بالامكانيات كيفن دي بروين. نشاهدوا المسوري في ادوار دفاعية في هذه اللحظات مع سرعة عيدان، ونراو حتى لاعبين المنتخب التونسي يلعبوا قراب برشا من بعضهم، وهذا واضح يعني مع التحركات دوكو في الكرة الأخيرة اللي تابعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وكرة من إلياس السخيري ينفذ الرمية الجانبية طويلة، متابعة أولى ثم من جانب عمر الرقيق، كرة يمرر خطيرة حذاري للمنتخب البلجيكي. تبقى الكرة مازال الاختار داخل منطقة الجزاء، تحضير التصويب والحمد لله
الحمد لله مرت كرة يوري تيليمانز على الصورة صوب داخل منطقة الجزاء، يلزم ما نخلوش الا مساحات للمنتخب. دوكو من الجهة اليسرى يتوغل يصوب، والهدف الأول من تروسار لصالح المنتخب البلجيكي. احداث الفارق من تروسار والفرحة بالنسبة لجماهير المنتخب البلجيكي. هفوة أخرى في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، الكرة تمشي لتروسار اللي يتمكن من التسجيل. نارس اللي خسر بركلات الترجيح امام فريق البي اس جي لقب كاس الابطال. المنتخب الوطني التونسي ننتظر ردة الفعل المستوري توما مونيي، ثم اسماء الهامة، الاسماء القوية. دو بروين ترجع من مهيب الشامخ، يتألق في تفادي كرة أخرى خطيرة للمنتخب البلجيكي. ومعناها توما مونيي عنده التفوق العددي، معناها هو يحرزه. لياندرو تروسار، دوكو، كيفين دو بروين توزيعة والتصويبة الرأسية، التصويبة الرأسية من ميكيلي المدافع المحوري. شفنا معناها صعود المدافعين من جانب المنتخب البلجيكي. إذا يعني يلقى المنتخب البلجيكي يصنع الاختار أمام أي منتخب، خاصة مع جيل قديم. ترجع له كرة لوان تو ناجحة للمنتخب البلجيكي، ثم التدخل من دفاع المنتخب التونسي بعودة محمد الحاج مع بلجيكا. تمرير تحذير والكرة ترجع من دفاع المنتخب التونسي. تبعد الكرة، قاعد يقلق برشا المنتخب البلجيكي في هذا الشوط الأول. الأوروبا ليج مع أولمبيك مارسيليا وضد أتلتيكو مدريد، المحاولة الرأسية. شوفوا المدافعين كي يسعدوا، وخاصة ميكيلي وتوما مونيي من أكثر. تيلمانس بسهولة يوصل لمناطق المنتخب الوطني التونسي، وثم طالبي في القيادة والشارة في المنتخب البلجيكي. لاعب لا تمر عبر مكسيكو كون دو باز المنتخب التونسي. بن حميدة على مستوى الطرف الايمن الى خليل العياري، يحاول يحط الكرة على ساقه اليسار، يبحث المنتخب البلجيكي اللي فرض علينا نقبلوا لاعب في هذا الشوط. ترجع كرة من جديد بضربة مخالفة الطرف الايسر الى اسماعيل الغربي يحاول يحط الكرة على ساقه اليمين، يضرب، لكن نجربوا بعض الخطط التكتيكية وبعض اللاعبين. وهذه كرة من جديد من دو، يحاول ممتاز بلقطة فنية، يلقى الحل ثم يوزع كرة على القائم الثاني، التدخل من جديد من عمر الرقيق من جديد الى منتصر الطالبي، سدد لكن بعيدة في 43 دقيقة. عبد الرحمن من هذا الشوط المنتخب التونسي ما زال متأخر في النتيجة. كالعادة متقدم من الجهة اليمنى لهجوم المنتخب السويدي وكذلك المنتخب البلجيكي. أسبوع قبل اللقاء، قبل نهاية الشوط الأول، متقدم بفضل تروسار، ينجح في التوزيع. أونانا المحاولة من متوسط ميدان المنتخب البلجيكي من توزيعة أخرى. اليسر يكون هو جوكير، يكون هو المفتاح على مستوى الهجومي المنتخب. مرفوعة الكرة على القائم الثاني، تميد، تدخل من منتصر الطالبي ثم تصويبة، لكن مرت جانبية والحمد لله أخطاء في هذه الوديات. ترجع كرة من جديد، تدخل دفاعي مش في قيمة المنتخب البلجيكي وحتى المنتخب النمساوي. دوكو ثم وأيضا ثم الاستيماتا دوكاتليغ من جديد، وتروس الكرة لتيلمانس وثم تيموتي كاستاني، والهدف من دوكاتلير يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الحارس الشامخ بتصويبة رأسية. دوكاتلير يتمكن من تسجيل ثاني أهداف المنتخب. جات المنتخب المصري خوساق التدخل، الحاج محمود بن حميدة يلقى أونانا، والإشارة بمخالفة لصالح المنتخب التونسي. لنسور قرطاج الانطلاقة ثم تصويبة وحارس. ترجع كرة من جديد للمنتخب التونسي، الانطلاقة، التوزيع على القائم الثاني من جديد، كرة تقطع ترجع للمنتخب التونسي. التسديد خطيرة، الكرة ضربت على العارضة، الكرة الأخيرة هذا اللي نحبوا عليه. صحيح ممكن حطت لها زم أمام منتخب بلجيكي كبير، هذا اللي نحبوا عليه المنتخب التونسي. وكاد معناه يسجل ويذلل الفارق المنتخب التونسي أمام العاشوري، ثم من جديد السخيري يمهد الغربي، والمحاولة جانبية. المحاولة جانبية
يمامكم موكاستاني. تبقى الكرة للعاشوري محترف كوبنهاجن من جديد. كيفين دي بروين، التصويبة والمحاولة من تروسار وترجع مباشرة لدوكو للمنتخب البلجيكي. سبق كورتو والكرة 6 أمتار لصالح المونتي. دوكو يهرب على الطالبي. دوكو يختار حصل على البريمير ليج. كيفين دي بروين الحارس المنتخب الوطني التونسي الى جيريمي دوكو يمرر خارج منطقه الجزاء، تسديد والهدف الثالث. الهدف الثالث يعني تخلي مساحه تخلص كاش في مثل هذه المقابلات، وهدف لمنتخب البلجيكي. دي بروين يسجل الهدف الثالث. هذايا الاونيفو. ومن جديد لوكاكو اللي كان سبق له التسجيل ثم تروسار يخرج اونانا بالاقدام للمنتخب البلجيكي، والنتيجه قبول 3 أهداف كامل. دوكو تمشي ايضا ادم عروس وثم بن سليمان وتبع البلجيكي. كره لصالح تيلمانس ثم ايضا دي بروين. المنتخب التونسي تحذيرا لمباراة المنتخب المصري، وهذه كرة تمشي لحارس المرمى إلى عبد الموهب الشامخ في المجيل، وكرة ترجع من جديد لمنتخب بلجيكا. لمسة أولى كانت من لياندرو فرنسي ثم لوكاكو لمسة ويرجع إلى فاناكين ديكويب. وكرة تبقى للمنتخب البلجيكي. التحذير على مستوى منطقة 18 المنتخب البلجيكي حاضر 2018 في كأس العالم. كرة أخرى رأسية. شوفوا ديكويبر، هذا هو الظهير الأيسر لفريق برايتون. المنتخب السويدي المحاولة من ديكويبر اختيارات المدرب صبري اللاموشي. إن شاء الله المنتخب التونسي يتدارك في المحاولة هذه المرة من جانب باردو. المحاولة من فرنانديز باردو اللاعب المحترف في ليل الفرنسي. انجلترا فاز على البرازيل، فاز على المانيا، فاز على اسبانيا. لوكاكو ثم المحاولات بالنسبه لموريرا على التوالي في المونديال. وهذه كره للمنتخب البلجيكي، اختيرها داخل منطقه الجزاء، تسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، يتمكن من تسجيل الهدف الرابع. لوكي باكيو تمكن من تسجيل بن وناس خذا مكانه في الشوط الثاني. لعب قاسم باشا التركي، مرفوعه كوره الى فراس شوات، يحاول يلعب وانتوما ترجع اول من المنتصر الطالبي، ولكن تبقى كوره تسديد والهدف. هدف خامس. بصراحه اخطاء كثيره عبد الرحمن في هذه المباراه، اخطاء مختلفه المنتخب التونسي. من راسكين تمكن من تسجيل الهدف الخامس. كره لصالح المنتخب الوطني التونسي. رقيق مباشره